يا صباح الخير والنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. رغم كل الظروف ورغم المرض هاني طليت عليكم. وفي آخر فيديو قلت بيني وبين روحي ما عادش نطول وما عادش نبطأ، لكن الحمد لله اللي كاتب ربي أقوى من كل شيء. حبيت ننصحكم على الفترة هذه، فترة خايبة برشا، فيروس يدور. حاولوا تستحفظوا على أرواحكم، تستحفظوا على صغاركم، وإن شاء الله يا رب تكون صحتكم ديما عال العال. فيديو اليوم برعاية رغم كل الظروف. صحيح فما مرض، صحيح فما شوي إرهاق وتعب، لكن ما يسالش. حبيت نوريكم كيفاش نتعايش معاه، وأكيد برشا فيكم يتصرفوا بالطريقة هذه. أنا واحدة من الناس كيف نمرض نحاول على قد ما نقدر إني ما نرقدش في الفراش. هذه حاجة ونصيحة خذوها مني ليكم، صدقوني راهي تنفعكم على الآخر، وخاصة الأم كان رقدت هي شكون بصغارها. أول حاجة عملتها دوب ما فقط وخرجوا الصغار، حاولت نحل الشبابك الكل متاع الدار، ندخل هواء نظيف، نخلي الفيروس يخرج على قد ما نقدر، ونهوي الدار. وحاجة أخرى، بخرت الدار بالخزامة. الخزامة راهو المفعول متاعها والوظيفة متاعها إنها تمص الندوة وفي نفس الوقت تمص الفيروس. وزاد ننصحكم اللي عندها الكلاتوس زاد تستعمل الكلاتوس. باهي في الصباح ما نجمتش نفطر، قريجمي توجع فيها على الآخر. حاولت نعمل تيزانة ننصحكم بها، خاصة البريود هذه حاولوا كثروا منها حتى اللي مش مريض، راهي مفيدة على الآخر. نجموا تحطوا فيها اللي عندكم. أنا عملت ترونجية وعملت بابونج وعملت كساشيات فيهم زنجبيل وفيهم ليم، وعملت معاهم هكا شوية فاكهة. ولك الحمد، باش نشرب الفيتامينات متاعي ونبدو في مشوارنا برعاية كل الظروف. روتين ياسر محلاه، هزيت روحي والحمد لله. صدقوني ياسر ياسر المود متاعي اطلع وهزيت روحي بروحي. والحاجة الأخرى تعديت طول، بدلت حوايجي، عملت شوي مكياج بشوي نتعدى ولا تعرضني مراية ما نحسش روحي نتفجع. تعرفوا المرض قديش يبدل هكا. علاش بدلت حوايجي؟ بدلت اليؤوس الكل اللي في الدار وحطيتهم ديريكت على الغسالة، وتعديت البيت القعاد هذه نقعدوا فيها البريود الاخرى. تعرفوا الطقس تبدل والدنيا بردت، لازم هكا بيت صغرونة ودفدوفة في نفس الوقت مسكرة. عنا صغار نجموا يحركوا فيها كما يحبوا. جيت باش نلم لي قولي فرعسهم ولدي ونتعدى ديريكت باش نمشي لبيت النوم. نحاول اني نعملها تنظيفة عميقة، وكما قلت لكم نحذر اني نخرج منها الفيروس على قد ما نقدر. لميت لما خفيفة للبيت هذه وحليت القرآن باش يونسني ويعطيني هيك شوية طاقة وشوية نشاط. بيني وبين روحي حاولت نلوش على أي حاجة تهزلي المورال وتخليني في فورمة وقت المرض. حاولت على قد ما نقدر نهز روحي بروحي. إن شاء الله يا ربي تكون شوية هالنصائح هذا تنجموا تستفادوا منهم، وإلا تستحقوهم في يوم ما. وهذا الكل إن شاء الله يا ربي يديم عليكم الصحة والنعمة والعافية. كملت لميت البيت لما خفيفة على الآخر، بسك احنا فيها كل يوم، يعني ديما ايدي فيها. وكيف ما قلت لكم في اول الفيديو اني بدلت القوس الكل متاع المتلة ومتاع المخيط وخرجتهم يتشمسوا. هويت الدار خليتها تاخذ وقتها في التهوئة بالكدا، ومن بعد بخرتها بالخزامة. واللي عنده الكلاتوس هذا يبخر بالكلاتوس، راهم ياسر ياسر افيكاس. وبالمناسبة البنات حبيت نحكي لكم شوية على الخيشة هذه، راهي صدقوني صدقوني روعة روعة قد ما نقول لكم توب توب. وشوية شفتك اللي كان يعاني متفش وإلا يبدأ يمسح ويحس في حاجات زايدة ما تنحتش ومش راضي على المسحة متاعه 100%، ننصحكم بالخيشة. هي صحيح غالية لكن الإنسان مش باش يشريها راهو لا كل جمعة وإلا كل شهر. نتصور الخيشة هذه تبقى لكم ب3 شهور، يعني باش تخلص حقها. ياسر ياسر عجبتني وبالحق الرضاية عليها 1000%.
وشفتوني كيفاش عقمت لي بواني والبيبين. ما تعمقتش برشا في التصوير وفي الفيديو خاطر كي تعرفوا تعبة ونقضي ونرتح شوية. صدقوني هذا روحي على قد ما نقدر والحمد لله يا ربي. عملت مسحة للدار الكل، عقمت، حاولت قد ما نقدر اني نرفع شوية في المورال متاعي. كتعرفوا راهي الدار تزيد في نفسية المرأة كي تبدا مفرعسة وكي تبدا مش منظمة وكي تبدا فيها برشا حاجات زايدة تزيد على الفيل كما يقولوا فيها. هيك علاش حاولت نحرص على قد ما نقدر اني ننظفها وننظمها وفي نفس الوقت نخلي فيها ريحة بنينة، خلي المورال هكا يتهز شوية. خليت الدار تشيح بالباهي، من بعد فرشتها وسكرت الشبابك الكل وعطيتها هكا تفويحة باهية، وزادة عملت طرف بخور باش زادة هكا الندوة ولا ليميديتي كلها تخرج من الدار. الحمد لله صدقوني نفسيتي ياسر تبدلت. وديما كما نقول لكم ونعاود نقول لكم يلعب الواحد ديما على النفسية متاعه. الحمد لله كملت الميناج على أتم وجه رغم كل الظروف الحمد لله. وتوا بقيت باش نتعدل الكوزينة ونقول لكم شنو باش نحضر فطور. تعديت للكوزينة حيرة شنو باش نحضر خاطر اني تقول لها مريض قريب يقول لك برود، وانا بصراحه مش زاده نزيد على روحي، حابه نهز روحي ونحاول ننسى المرض على قد ما نقدر. هيك علاش حاولت نعمل حاجه جاريه وفي نفس الوقت ما هيش برودو. نحضر معاكم ان شاء الله مقرونه جاريه. انا حبيت نعمل محمصه لكن العائله قالوا لي نحبوا مقرونه ميسالش. المفيد الفوائد اللي فيها الكل تنجم تكون محمصه تكون مقرونه اللي هو حطيت طنجره فيها الماء قريب يغلى، عملت له الزيت، عملت البقول الجافه الكل، حمص عدس فول شلبه المتوفر عندكم حاصل. وحطيت توا باش نفوحها مغرفه مليانه متاع طماطم معجونه، وعملت زاده كعبه طماطم كعب تبنن على الاخر، وعملت مغرفه كبيره فلفل زينه، ومغرفه زاده فايحه متاعنا القصي تنجموا تعملوا التبه والكرويه. الملح ما كثرتش برشا خاطر باش نعمل الجديد وتعرفوا الجديد فيه الملح. وبالنسبة للخضرة اللي باش نزيدها عملت سناريا وعملت جلبانة وعملت فول أخضر وزدت عليهم سلق معدنوس وسبناخ، وتعرفوا الفوائد متاع السبناخ. وكانت تحبوا ورقة متاع كرافس وإلا تابل وصحة وبالشفاء صدقوني تجي بنينة. وزدت عليهم زادة شوية فلفل شايح تعرفوا وقيته هو راهو مضاد حيوي. وعملت زادة الفرميس، واللي ما يعرفش الفرميس هو المشماش يعني المجفف نجفوه نفوحوه وهكاكا يجي بنين على الاخر. نتصور جماعة الجنوب كلها يعرفوه ونطيبوه برشا مع الحساء الكفسي في رمضان. ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. خلي طنجرة متاعي تغلي بالباهي ومن بعد نزيدها المقرونة وسنينات ثوم وزاد نعمل فيها شوية كمون، وصدقوني بنا ولا توصف. نحضر فطيري نمشي نكت عليه ونشرب الدواية وان شاء الله يا رب يكون فيه الشفاء. البنات حاولوا انتم والظروف اللي فيها توقفوا لرواحكم وبإذن الله ما يدوم حائل. كملنا فطرنا، نظفت الكوزينة. ومن الحاجات اللي نفعتني في المرضى متاعي اني كوزينتي ديما ايدي فيها هكا علاش ما لقيتش فيها برشا ضغط. نظفتها وعملت لها مسحة وتوا وقيد جاء الفترة وإلا الوقت المزين واللي نحبه في نهاري. بعد هيك القضية والمشوار لازم فما نهاية للطريق. في كل حاجة في حياتنا راهي لها نقطة نهاية، هيك علاش ما تحاولوش تأيسوا. راهي كل مشكلة ولها حي، كل فترة ولها ساعة إفراج. بركة الإنسان يحاول يكون رغم الظروف يكون إنسان قوي، يحاول يستمد الطاقة
من نفسه يكون إيجابي، وراهو بإذن الله ما يدوم حال. ومن الحاجات اللي تنفعك وتخليك قوي الشخصية وتخليك متوازن انك تعطي وقت لنفسك، تعطي وقت راحة لروحك، تحاول تحب روحك. الحاجات هذه تخليك ياسر متفائل وتخليك ياسر ايجابي، مش بالضرورة بحاجات مكلفة، لا حتى لو كانت بسيطة، لكن بينك وبين روحك تقولها راني عملتها لنفسي وعملتها لذاتي. الحاجة هذه تكون إنسان ياسر متصالح مع روحك. إن شاء الله الفيديو لليوم يكون عجبكم يا ربي، إن شاء الله خرجتوا منه بإفادة. وراهو أي حكاية ولها نهاية، أي حكاية ولها حل وما يدوم حال. إن شاء الله يا ربي نصيحتي لكم تكون فادتكم. نقول لك أختي راهو المود متاعك بيديك أنتي، إن شاء الله يا ربي ينفعك، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، تكونوا خرجتوا بفايدة معايا، وإن شاء الله يكون خفيف الظل على الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تكونوا تحبوني كما نحبكم. وراني فقدتكم على الآخر، هكا نوصل بكم لآخر فيديو. سلامة ودمتم في رعاية الله الناس الكل.